مين هم الوزراء الجدد في حكومة مدبولي؟ أدى اليوم الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي في الحكومة الذي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، حيث ضمت القائمة تغيرات لعدد كبير من الوزراء. فمن هم الوزراء الجدد؟ قناة حكاية وطن بتقدم لكم تفاصيل دقيقة عن الوزراء الجدد، فتابعوا الفيديو للنهاية. اللواء عبد المجيد صقر وزير الدفاع. تولى عبد المجيد صقر منصب محافظ السويس في سبتمبر عام 2018، وشغل عدة مناصب منها مساعد وزير الدفاع عام 2015 ورئيس إدارة الشرطة العسكرية ثم نائب رئيس الإدارة، وكان في الحرس الجمهوري وقت ثورة 30 من يونيو من العام 2013 مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع السابق. الدكتور شريف فاروق وزير التموين. كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعية والعضو المنتدب للبنك منذ فبراير عام 2017 حتى توليه منصب رئيس الهيئة القومية للبريد حتى توليه الوزارة. محمود كمال عصمت وزير الكهرباء. تولى الدكتور محمود مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام منذ أغسطس عام 2022، حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم الكهرباء من جامعة القاهرة والدكتوراه في هندسة القوى الكهربائية من جامعة دهواس بكندا. بدأ حياته العملية عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة، ثم انتقل للعمل مهندسا بهيئة قناة السويس وشركة بناء السفن في الإسماعيلية وبورسعيد. شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي عام 2013 إلى 2014. كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. كان الرئيس الإقليمي لشركة شلمبرجار العالمية بمصر والشرق المتوسط. بدأ عمله كمهندس ميداني منذ عام 1996 وحتى 2000، ثم تولى مدير مركز التدريب بشركة شلمبرجار منذ عام 2002 وحتى عام 2003. شريف فتحي وزير السياحة والآثار. هو وزير الطيران المدني الأسبق، حيث تولى الوزارة في الفترة بين 2016 حتى 2018. كما سبق وتولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمدير الإقليمي في الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM، ومنصب المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا، ورئيسا لمجلس إدارة شركة إير كايرو والمدير التنفيذي للشركة العربية للطيران. أحمد كوجاك وزير المالية. كان يشغل منصب نائب وزير المالية لشؤون السياسة المالية في الحكومة السابقة منذ شهر مارس عام 2016، حاصل على ماجستير من كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد الأمريكية عام 2010، وماجستير العلوم والاقتصاد من جامعة يوركشاير البريطانية، وبكالوريوس علوم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998. كما عمل خبيراً اقتصادياً لدى البنك الدولي بالقاهرة من الفترة من يونيو عام 2013 حتى مارس عام 2016. أحمد هينو وزير الثقافة. حصل على درجة الماجستير في أفلام الرسوم المتحركة التجريبية من جامعة القاهرة عام 1997 ودكتوراه في فلسفة الفن، كما حصل على منحة دراسية ضمن برنامج التبادل الألماني. تم تعيينه معيداً بقسم الجرافيك شعبة رسوم متحركة وفن الكتابة في كلية الفنون الجميلة بالزمالك فور تخرجه، ثم أصبح أستاذاً مساعداً وأستاذاً بقسم الجرافيك بنفس الكلية. في أغسطس عام 2019 عين عميداً لكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، قبل أن ينتقل للعمل بجامعة الجلالة، حيث يشغل منصب نائب الرئيس لشؤون الطلاب وعميد كلية الفن والتصميم. سامح الحنفي وزير الطيران المدني. الطيار سامح الحنفي عين رئيساً للشركة القابضة لمصر للطيران في أوائل مارس عام 2014 بقرار من الطيار حسام كمال. كما شغل منصب رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وقدم استقالته في عام 2012، وكان قد تولى منصب رئيس سلطة الطيران المدني المصري في عهد وزير الطيران الأسبق الفريق أحمد شفيق قبيل ثورة يناير. محمد عبد اللطيف المرشح وزير التربية والتعليم الفني، وهو أحد المختصين بالتعليم الرقمي والرئيس التنفيذي لمدارس نرمين إسماعيل وحفيد المشير الراحل أحمد إسماعيل.
وعمل عبد اللطيف عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لشركة أدفانسد لمعادلة شهادات المدارس الأمريكية. محمد جبران وزير العمل، شغل العديد من المناصب والنشاطات النقابية قبل توليه منصب وزير القوى العاملة في مصر. شغل منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقبلها كان رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول. شغل هذا المنصب لفترة طويلة وحقق العديد من الإنجازات في تحسين ظروف العمل للعاملين في قطاع البترول. محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال، شغل عددا من مجالس إدارات كبرى شركات قطاع البترول، وهي بتروجيت، صان مصر، جنوب الوادي القابضة للبترول، ووكيل وزارة البترول للمشروعات. كما تولى العديد من المناصب خارج قطاع البترول، منها رئاسة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق. أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ولد الدكتور أسامة السيد محمود محمد الأزهري في الإسكندرية عام 1976، ونشأ في سوهاج بصعيد مصر. أتم حفظ القرآن الكريم. حصل الأزهري على شهادة الدكتوراه من كلية أصول الدين بمرتبة الشرف الأولى في عام 2011، وعلى درجة الماجستير في الحديث الشريف وعلومه عام 2005، ودرجة الليسانس من كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر في عام 1999. كما عمل معيداً ومدرساً مساعداً في عدة كليات تابعة لجامعة الأزهر. الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، كانت رئيسة المركز القومي للمرأة منذ عام 2016، وهي أصغر سيدة تتولى هذا المنصب سناً، وهي ثالث امرأة بالمجلس منذ إنشائه عام 2000. حصلت على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1995، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة سيتي في سياتل في عام 1997، وماجستير في الإدارة العامة من سياتل في عام 1998. وفي عام 2008 حصلت على درجة الدكتوراه في السياسة العامة من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة. الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية، ولدت في مدينة طنطا، وحصلت على بكالوريوس العلوم البيطرية من جامعة بنها عام 1989، ثم حصلت على درجة الماجستير عام 1995 ودرجة الدكتوراه في العلوم الطبية من جامعة الإسكندرية في عام 1999. شغلت مناصب كثيرة، آخرهم منصب محافظ دمياط في 2018، وكانت أول مسيحية تتولى منصب محافظ في تاريخ مصر، وثاني سيدة تتولى منصب محافظ. السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، وهو سفير مصر لدى ألمانيا. شغل هذا المنصب منذ عام 2018، وقد شغل العديد من المناصب الهامة في وزارة الخارجية، وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. تولى هذا المنصب في فترة سابقة، حيث كان يمثل الوزارة أمام وسائل الإعلام، وكذلك عمل كمندوب دائم لمصر لدى الاتحاد الأوروبي. عمل في بروكسل كمندوب دائم لمصر. شريف الشربيني وزير الإسكان، تخرج المهندس شريف الشربيني في كلية الهندسة بجامعة الزقازيق عام 2005، وعين للعمل ضمن فريق مهندسي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تقوم بتعيين المتفوقين، وتدرج في المناصب القيادية بسرعة الصاروخ، بدءا من العمل معاونا في جهاز مدينة بدر، وترقيته نائبا هناك للطرق في فترة وجيزة، ثم انتقل للعمل نائبا في القاهرة الجديدة، ثم رئيسا لجهاز مدينة الشروق، ثم رئيسا لجهاز مدينة 6 أكتوبر، ومنها رئيسا لجهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة. حسن الخطيب يشغل منصب عضو مجلس إدارة البنك المركزي، كما شغل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في صندوق مصر السيادي في الفترة من عام 2019 إلى 2023، ومنصب المدير التنفيذي للاستثمار المباشر في البنك الأوروبي. في نهاية الفيديو بشكركم، واستنونا فيديوهات تانية من حكاية وطن، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.